احنا هنخيب ولا ايه؟ انت هتعلي صوتك عشان ابوك قاعد؟ انا متعصبه منك، عايزني ابقى متعصبه ومعليش صوتي. ايوه برضه مهما حصل ما تعليش صوتك، انت فاهمه؟ سيب انت بقى الموضوع الاساسي وامسك لي في صوتي، صح؟ عاجبك كده يا عم ان هي بتعلي صوتها وانت قاعد؟ طيب استاذن انا يا جماعه بقى طالما ما حدش مقدر وجودي. لا يا عمي بس صلي على النبي بس. عاجبك كده؟ انت السبب. فيها شهد وانا مش موجود ولا ايه؟ طول ما انا موجود ما اسمعش صوتك خالص غير لما اقول لك، مفهوم؟ حاضر يا بابا. هو ايه اللي حصل يا ابني؟ طبعا يا عم انت عارف ان بحكم شغلي ان انا عندي زميلات، والطبيعي ان احنا بنتعامل مع بعضينا، يعني حتى لو في حاجه كمان بنكلم بعض بس في اطار الشغل. بس في مره اتكلمت انا وزميله ليا بره اطار الشغل. ينفع اتكلم يا بابا؟ اصبري يا بنتي لما جوزك يخلص كلام. كمل يا ابني. شهد عرفت وقتها وما انكرش ان انا غلطان، واعترفت بغلطي وصلحتها بالطريقه اللي تريحها وكأن الموضوع ما حصلش خالص. عندك العيب يا ابني. شهد تسكت؟ لا، انت فين ومع مين وليه وازاي وعشان ايه؟ وتحسسك انك انت متراقب. طب وليه تحسسك ما هي فعلا عملت كده؟ عملت ايه؟ بتفتش في التليفون. طبعا انا ما عنديش مشكله في ان هي تعمل ده لان ما كنتش بعمل حاجه غلط، بس شهد نزلت برنامج عشان تراقبني وتتجسس عليا. انت عملتي كده؟ يا بابا بص، انت عملتي اللي جوزك قال عليه ده؟ حصل، بس انت برضو لازم تسمعني زي ما سمعته. انا كمان عندي اسبابي. اسباب ايه وبتاع ايه اللي تخليكي تفتشي في موبايل جوزك وكانكم مش عايشين في بيت واحد؟ انا ربيتك على كده؟ يا بابا الاستاذ لما كان على علاقه بالبنت اللي معاه في الشغل دي. الموضوع ده اتقفل بقاله قد ايه؟ 6 شهور يا بابا. 6 شهور؟ يعني بقالك 6 شهور بتنامي جنب جوزك وانت مش مطمنه له وبتشكي فيه. ما عشان تصرفاته بقت غريبه قوي يا بابا، ما بقاش زي الاول حتى. يعني عندك مثلا طول النهار سايب الموبايل، اول ما اجي اطلب منه الموبايل يقول لي لا انا بعمل فيه شغل، لا انا بعمل فيه حاجه مهمه. ده يبقى معناه ايه اصلا؟ وليه تمسكي موبايله اساسا؟ عادي يعني يا بابا، ما انا مراته. ايه المشكله لما يراضيني؟ يا بنتي ما هو رضاكي خلاص، والموضوع خلاص بقاله 6 شهور. وبعدين ايه تمسكي موبايله والكلام الفارغ ده؟ انا ربيتك على كده. طيب الحمد لله، ابوك شاهد بكلمه الحق وانا ما جبتش حاجه من عندي. بص يا شهد، طالما الموضوع خلص وتراضيتي يبقى خلاص الموضوع اتقفل وانتهينا، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. لكن تقعدي تفتشي في موبايل جوزك والكلام ده ما ينفعش. بعدين انت عايزه ايه؟ ما هو الراجل رضاكي وعمل اللي عليه، بعد ده العيب. راجل؟ ده لو كان راجل كان قدر اللي معاه. الراجل اللي مش عاجبك ده لما غلط اعتذر وانت سامحتي، يبقى خلاص ما تفتحيش الموضوع ده تاني. بص يا عم، انا لما كلمتك عشان تحكم ما بيننا بعدل ربنا، مش تمد ايدك عليها. وبعد اذنك انا مش هستحمل انك انت تمد ايدك عليها حتى لو هي بنتك. شفتي؟ الراجل المحترم ما سمحش ان حتى ابوكي يمد ايده عليكي. على العموم لنا كلمتنا ما نبقى لوحدنا. روح اغسل وشك كده واعملي كوبايه شاي لابوك. اقعد يا عم. شوف يا عمر يا ابني، انت لما جيت طلبت ايد بنت شهد انا وافقت لما انت وعدتني انك هتحطها في عينيك. حصل؟ حصل يا عم. بس في الحقيقه بقى ده انت قصرت في وعدك معايا. بنتي غلطانه؟ اه غلطانه، لكن الغلط الاكبر عندك انت. اسمع مني يا ابني، انا راجل عجوز وعارف الست لما جوزها بيبص بره ثقتها في نفسها بتقل ودماغها بتفضل تشتغل، لكن لو عايز الثقه اللي ما بينكم دي ترجع تاني الموضوع ده في ايدك انت وبس. والله يا عم يعلم ربنا من ساعه ما اتقفل علينا باب وانا قلت لها ان سرنا ما يخرجش بره البيت، بس الموضوع المره دي اختلف خالص، فقلت ان انا لازم اكلمك. وعلشان كده انا ما غلطتش قدامها وجبت الغلط كله عليها. وموقفك اللي حصل النهارده اثبت لي انك راجل وقد المسؤوليه. بس لازم تعرف كويس قوي ان الموضوع ده ما ينفعش يتكرر تاني، ان دي تبقى اخر مره. اللي بيحصل ما بينكم لازم يفضل ما بينكم، ما يخرجش بره حتى لا ليا ولا لحماتك، وخصوصا حماتك اللي هتبقى ليلتك سودا وهتطين عيشتنا كلنا. حافظ على بيتك يا ابني. والله يا عم برضه يعلم ربنا ان انا بعتبرك زي ابويا من بعد ابويا الله يرحمه، وحقك عليا لو ضايقتك. شاي يا بابا. يلا قوم. اهو محمد انا مش عارف. وديها وبوس على دماغها يلا. خلاص بقى ما تزعليش بقى، بعدين لمي الدور بقى عشان ابوك قاعد. لمي الدور بقى، لمي الدور بقول لك. لمي الدور انت. انت بتمدي ايدك ليه؟ ما انا ابوك قاعد بقول لك مش عايز امد ايدي عليكي، ما تنفذنيش عشان لمي الدور عشان ما تمدش هتنفذ عليك اكتر ما ابوك قاعد. طب انا هروح اقعد دلوقتي، عشان ما تنفذش قدام ابوك. بس لينا كلام تاني عامة يعني. كويس انك عارف ان لينا كلام. طيب اقوم انا بقى اتوكل على الله. طب والشاي يا عمي؟ اشربوه انتوا.
صحيح احنا هنشربه واحنا لوحدنا. الواحد هربان من النكد والقرف اللي في البيت، يجي يلاقيكم متنكدين ومتنيلين ب60 نيله جاتكم. لا احنا مش تمام، انا همشي. مع السلامه يا عم. مع السلامه. بنت اوعي حسك عينك، اوعي برنامج التجسس ده تجيبي سيره لامك عنه، انا مش عايز اوجع دماغ. ها بتعمل ايه؟ يا حبيبتي مش حاجه حبيبتي. حبيبتي بابي، باي باي. مع السلامه. مع السلامه يا معلم. ابوكي ده لكاك قوي. انا جيت حاولت ان انا ما انام. انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده شاي. شاي ايه ده؟ ايه القرف؟ خلاص افتكرت. قلت لك 100 مره ما تدخليش المطبخ يا عم. انت الحقنا يا عم. عمر تعالى